السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم تحلية الجيل السريعة ان شاء الله تعجبكم. اول معانا كده رتل من اللبن، هنحطه في حلة كده على النار، وهنحط ربع كوباية سكر، 5 معالق سكر و5 معالق نشا. هننزل بقى ب2 باكو من الفانيليا، وهنقلبهم كده على طول. كده احنا مهديين عليهم النار وبنقلبهم كده كويس الاول. هنسيبهم بقى شوية، ومعانا حلة تانية على النار هنحط فيها كوبايتين من المية، ومعانا 5 معالق من السكر، وهحط 2 بيكو من الجيل اللي هو دريم. حطينا كمان الكيس التاني. هنقلب بقى كويس ونسيبهم على النار شوية. هنسيبهم كده لما يوصلوا للغليان. هنا خلاص كانت الجيلي غلي معانا وانا كنت بقلبه. هننزل عليه بقى بكوبايتين مية باردة، وخلاص كده هندفع على النار بقى ونسيبه يهدى خالص، مش هنستعمله الوقت خالص. هنقلبه كده وخلاص نرفعه من على النار بقى. هنا بقى المهلبية اللي انا بعملها خلاص بدأت تمسك معانا. هنقلبها شوية كده. خلاص هنا بدأت تتقل معانا خالص. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك يا جماعة. خلاص هنا بقى انا كنت نفيت عن المهلبية. هنجهز الصينية بقى اللي نحطها فيها. معانا هنا نص كوباية من الحليب، اللبن، ومعانا اي نوع بسكوت متوفر. هنشرب البسكوت كده من اللبن وهنرصه في الصينية، اي نوع بسكوت متوفر. هي سريعة مش بتاخد اي وقت خالص، وحلوة في الصيف. هكملها كلها وارجع لكم تاني. هنا خلاص خلصت بقى الصينية، حطيت فيها البسكوت كله.
هنزل بقى بالمهلبية اللي انا عملتها، هنسيبها تبرد تماما، نسيبها كده والجيلي يبرد معانا برضو قبل ما ننزل عليه في الصينية. هنا خلاص كانت بردت بقى بعد فترة، والجيلي كمان برد. هننزل بقى كده على المهلبية، وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعتين او 3. هي قعدت معايا 3 ساعات بالظبط عشان احنا في الصيف. هنا خلاص بقى بعد ما طلعت بقى انا هقطعها. هنا خلاص كنت قطعتها بقى، وبطلع قطعة منها بقى بجربها. كانت حلوة قوي بجد، وكل ما تغيب في التلاجة بتبقى احلى كمان. البسكوت مع المهلبية مع الجيلي طعمه حلو. ممكن بدل المهلبية تستعملوا الكاستر المتوفر عندكم. اسرع تحلية في الصيف ممكن تجربوها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. اشوفكم على الف خير. يلا مع السلامة.